هل من الممكن أن يعود الشعر المقتطف للمنطقة المنحة مرة أخرى؟ كنت اتكلمت معاكم قبل كده عن علاج الفيرتيبورفين اللي هو استخدمه الدكتور طارق البرغوثي بعد الدراسه اللي اتعملت على الفئران في جامعه ستانفورد. هو طبقها بعد اختطاف الشعر من مناطق منحى مختلفه بجرعات متباينه، والحمد لله الدراسه حققت نتائج مبهره وحققت نجاح باهر، ولقينا فعلا في بعض الكيسز بجرعات معينه طلع الشعر تاني في المنطقه المنحى. ناس كتيره جدا اهتمت بالدراسه واهتمت بالعلاج، وبعض الناس للاسف هاجموا الموضوع وشافوا ان هو كلام غير عقلاني وكلام غير منطقي. لا، انا الحمد لله برضو من موقعي هذا انا متابع الموضوع جدا وشايف ان هو ده امل هيجي لنا، سواء الموضوع طال مدته او قصرت مدته، بس ان شاء الله هيتحقق. الموضوع دلوقتي انا بحب اطمنكم بدا يستخدم على نطاق اوسع. في دكتور تاني برضو انا متابعه كويس جدا بيستخدم الفيرتيبورفين، من اللي هم برضو الداعمين ليه واللي هم برضو شايفين ان هو هيبقى ثوره في زراعه الشعر الطبيعي. المره دي بقى هو ما عملش اختطاف، لا هو عمل اف يو تي، عمل تقنيه شريحه، خد شريحه بعرض الراس من ورا الودن اليمنى لورا الودن اليسرى، وعملها بدبابيس جراحيه، قفل الجرح كويس واستخدم الفيرتيبورفين على جنب وساب الجنب الثاني يمشي في السياق الطبيعي بتاع تكوين السكار. لقينا بقى الحمد لله بعد حوالي 3 شهور او اقل كمان ان النتيجه في الجزء اللي استخدمنا فيه الفيرتيبورفين، لا السكار طبعا شكلها نظيف جدا، الجلد تقريبا رجع لطبيعته، وطبعا دي حاجه مرجوه. طبعا كونك ان انت تخفي السكارز حتى لو مش هيطلع الشعر، ده برضو على فكره حاجه ما نستهينش بيها. ان انا اعمل اف يو تي او اعمل اف يو اي وما يتكونش ندبات فروه الراس، ده على فكره يعني تارجت حلو جدا وهدف لو انا وصلت له انا عملت ثوره فعلا في زراعه الشعر الطبيعي. ولكن لا، هنا برضو احنا لقينا ان الاماكن اللي استخدم فيها الفيرتيبورفين لا طلع فيها شعر تاني. فريجينيشن شغال يا جماعه، والعلاج جاي وان شاء الله الامل موجود. احنا مش كنا بنتكلم كلام عبثي او بناخد شو او بناخد لقطه او بنعمل ترند على الفاضي، لا انا متابع الموضوع، والموضوع الحمد لله تعالى لا ماشي في السياق كويس. اكتر من دكتور دلوقتي اتشجع ان هو يجربه، ان شاء الله هيكون لينا احنا كمان الحظ ويكون لنا النصيب ان احنا نجربه بالتعاون مع المرضى اللي محتاجين العلاج ده، سواء بقى عمليات اصلاحيه، سواء مناطق منحى ضعيفه او محدوده. وباذن الله الموضوع خلاص قرب يا جماعه. انا بوعدكم ان شاء الله ان احنا هنكون من اوائل الناس اللي نستخدمه، والحمد لله شريحه كبيره جدا من المرضى اللي بيجوا لي لا متابعين معايا، وناس كتيره جدا مسجله نفسها ومضوا اوريدي على تعهدات ان هم موافقين العلاج ده يتجرب عليهم. فخلاص يا جماعه ان شاء الله مطلع السنه الجايه انا بوعدكم ان هي هتشهد تغيير وثوره في زراعه الشعر الطبيعي على كافه النواحي والاتجاهات ان شاء الله.